اوعى تجيبها كارد. يعني لو مثلا قلت لك على 10000 جنيه دول 50000 ايا كان المبلغ، اوعى تجيب كارد، لانك انت مهما تكسب خسران. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير الكلام ما قل ودل، وخير ما نبدا به ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بامر الله اكلمك النهارده لو انت لسه مبتدئ، شاب لسه طالع من تعليمك سواء في دبلوم او مخلص كليه، ولسه حابب ان انت تخش في موضوع المواشي، بس مش عايز برضه ان انت تخاطر وتبدا في العجول مره واحده. ماشي، اكلمك عن فئه معينه كده من اغلبيه الشباب اللي لسه طالع، الشباب اللي لسه طالع اليومين دول هيبقى معاهم المبلغ ده، يعني في حدود 10000 جنيه. تمام. انا طبعا كل فتره ان شاء الله هنزل فيديو لما يكون مثلا، لو معاك مثلا وليكن في حدود 20 او 30، لو معاك مثلا في حدود 50، لو معاك في حدود 100، وهكذا. هقول لك ان شاء الله بالتفنيطه كده دول هيجيبوا ايه، وفي نفس الوقت انا هشجعك على ايه بالظبط، ايه الافضل ليك انت. تمام. النهارده هنتكلم عن ال 10000 جنيه، بس اولا لازم تحط النقط دي في دماغك. انت بتشتغل في الموضوع ده مش عشان مثلا ان هو يعيشك وهيبقى هيصرف عليك وكلام من ده، لا طبعا. انت بتبقى حاجه بجانب شغلك. يعني انت مثلا خلصت تعليمك دلوقتي، تشوف وظيفتك، تشوف مصلحتك، تشوف صنعتك، تشوف ايا كان حاجه بجانب دي هتبقى بجانب الشغل، يعني مش هتبقى الحاجه الاساسيه. ماشي، وان شاء الله ربنا يرضيك فيه، بس هي كلها طبعا بالاجتهاد والسعي. السعي واجتهد وان شاء الله ربنا يرضيك ما دام بالحلال. واهم نقطه طبعا، ماشي، ما تبداها بعيد عن ربنا عمرك ما هتكسب. مهما تكسب ومهما تزيد ومهما الدنيا توسع معاك، هتبقى في الاخر هيبقى في خساره جامده، وهتخسر كل مالك وتعبك كله هيروح في الفاضي. فنصيحه لوجه الله ما تجيبش كروت. ماشي، نخش في الموضوع بقى. طبعا ال 10000 جنيه ماشي ممكن يجيبوا معزتين 2 عشر، الواحده مثلا في حدود 5000، في اقل وفي ازيد. يعني في معيز كويسه صنفه بتعدي ال 5000 جنيه، وفي اقل من 5000 جنيه، يعني في حدود 4 3 ونص. في الاسعار دي عندنا هنا في سوق وسني، عشان برضه ما حدش يقول لي انت يا الاسعار دي انت جايبها منين. إيه؟ ماشي، لو انت حبيت ان انت تبيعهم برضه بعد الولاده مفيش مشكله. يعني انت تجيبهم مثلا 10 4 ولا حاجه، 3 4، وتولد عندك، هتقعد شهر ولا حاجه ولا شهرين وتولد وتبيعهم. ده مشروع مش ما شاء الله ممتاز جدا، تعملهم مرتين 3 كده في السنه ولا حاجه، لحد ما المبلغ يزيد معاك وتبدا تخش في موضوع العجول ده لو انت حابب. ماشي. رقم 2 ممكن يجيب لك نعجه عشر. تمام. ال 10000 جنيه يجيبوا لك نعجه عشر، تبقى في حدود برضو 9 وفي حدود 10. انا عامه من رايي انا بفضل طبعا الغنم بتستحمل شويه ومناعتها عاليه عن المعيز عاملين شبه الفراخ البيضاء كده، بيتبهدلوا في ثانيه وبيموتوا على طول. ماشي. ممكن تجيب لك برضو خروفين 2 مفاطيم، اعمار مثلا 3 اشهر مثلا ولا حاجه، في حدود ال 5000 برضو. بس انا بكلمك احنا بنتكلم في اسعار تقريبيه. يعني الاسعار اللي بقولها لك دي تقريبيه، ممكن تزيد حاجات بسيطه وممكن تقل حاجات بسيطه، فبنجيبها في المتوسط كده. ماشي. ده بالنسبه للغنم. ممكن تجيب لك برضو جديين 2 وتلحمهم وتطلعهم على العيد. تمام. جدي ب 5000 جنيه دلوقتي، يعني تقريبا ممكن مثلا يجي في حدود 7 اشهر مثلا وليكن. ماشي. انا ده اللي انا يعني اخر مره انا شايف الاسعار عليها هتبقى في الرينج ده، في حدود 6 شهور 7 شهور. ده بالنسبه للغنم والمعيز، دي الاسعار الحاجات اللي انت ممكن تجيب ايه فيها. حبيت انت بقى تنوع او انت ليك راي تاني، دي مفيش مشكله. في نقطه تانيه برضو وهي هنختم بيها طبعا، في حته بسيطه كده ممكن اقول لك عليها. ماشي. في ناس عملها قدامي كتير، وانا كنت من الناس اللي كنت حابب اعمل حاجه زي كده. ماشي. لو في حد عنده بقره وعنده عجول رضيع بيرضع عليهم، حاجه والده مثلا، او عنده بيدخل عجول صغيره بيرضع منهم، ممكن تشتري له عجل جاموس ب 10000 جنيه، يزيد او يقل ايا كان هيبقى في رينج ال 10000 جنيه. عجل جاموس يكون بيرضع عمر شهر ولا حاجه، هتديهوله بيبقى شرك، تربطه عنده شرك. ماشي. بيبقى ليه الشراكه بالنسبه لموضوع العجول، سواء ذكر او نتاية عامه مش فارقه كتير. هتديهوله هيقعد مثلا عنده شهر 2 ايا كان سنه، حسب ما بتتفقوا انتوا مع بعضكم، وبيبقى التلت والتلتين. مكسب البهيم بيبقى التلت والتلتين. يعني ازاي؟ انت دفعت له 10000 جنيه ونزلتوا جبتوا عجل مثلا بال 10000 جنيه، بتديهوله ال 10000 جنيه دول، المفروض بعد البيع اما تيجي تبيع هتاخدهم انت تاني، والمكسب هيتقسم تلتين للراجل اللي انت سايب العجله بتاعك عنده،
والتلت ليك انت، لان هو بياكل وبيخدم تحته. اللجوم مره واحده ماشي، لازم يكون عندك خبره وتجرب في الحاجات الصغيره. الخسائر بتبقى بسيطه، يعني لو لا قدر الله في خسائر بتبقى بسيطه. طبعا الطبيعي اللي كل اي حاجه في الدنيا بتكسب وتخسر، ولكن ما دام انت يعني نيتك خالصه لوجه الله وبتحافظ على مالك، عارف ان انت بتجيبه ازاي وبتتعب بيه وبتشقى بيه، ان شاء الله ربنا هيرضيك 100%. تاكد 100% ان ربنا يرضيك. هتقابلك بعض الصعوبات في الاول لو انت لسه مبتدئ، هتبص تلاقي قبلك بعض الصعوبات، بس ان شاء الله ربنا يرضيك في الاخر ماشي. وبالمناسبه طبعا الحمى الكلوعيه اليومين دول مبهدله الدنيا شويه، فحابب انوه على نقطتين برضو. حابب ان انت تشتري ما تنزلش السوق، شوف حد مثلا يكون جنبك كويس، راجل بيحصن وراجل محافظ على حاجته والدنيا عنده يعني ايه بنسبة 90% كويس، تخش عنده وتجيب الحاجة وتتوكل على الله. واهم حاجة يكون محصنها هو، لان انت لو خدت حصنت دلوقتي بتبقى صعب شوية، بس الافضل ان هو يكون محصنها ماشي. الحمى الكلعية والحاجات دي انت ممكن تقول لي مثلا ايه، لا ده الدنيا الدور ماشي اليومين دول وما ينفعش ان انا اجيبه، دي براحتك مفيش اي مشكله. لو انت حابب ان انت تصبر شويه شهر او اتنين لحد ما الدنيا تتعدل والمرض يعتبر خلاص يروح، مفيش اي مشكله برضه. المهم انا مقصود من الفيديو دوت ان انت تسعى وتتوكل على الله وتستخير ربنا في كل حاجه بتعملها طبعا، وتوكل على الله وان شاء الله ربنا يرضيك. طالما انت ماشي بما يرضي الله والله ربنا يرضيك في الاخر. هتلاقي بعض الصعوبات في الاول، فديت ما تخليكاش تيأس وكمل، وان شاء الله هتلاقي مقابل في الاخر. ربنا يرضينا ويرضيكم. تحياتي لكم، اخوكم محمد بيدا من قناه نصائح المربيين. اي حد محتاج حاجه يسيب لي تعليق او يبعت لي على الواتس. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.